تمر اليوم الذكرى السادسة على تأسيس حركة 20 فبراير في المغرب، والتي شكلت في العام 2011 بداية شرارة حراك سياسي واجتماعي وشعبي طلب المتظاهرون خلاله بإصلاحات سياسية في البلاد، خاصة محاربة الفساد. بعد 6 سنوات يصر الناشطون المغاربة في هذا الحراك على مواصلة المسير، وذلك في ظل وضع اجتماعي يوصف في الداخل بالاحتفال. مبارك دفاع. هي نفسها الشعارات التي أطلقتها حركة 20 فبراير بالمغرب قبل 6 سنوات من الآن، حينما خرج الآلاف من المغاربة إلى شوارع المملكة مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية في سياق ثورات ما عرف بالربيع العربي. الحراك الذي عد واحدا من أكبر الحركات الاحتجاجية في عهد الملك محمد السادس، وإن نجح في تحقيق مكاسب عدة، فإنه لم يحقق بعد سقف المطالب التي رفعها الشباب المغربي حينذاك. وبصراحة يعني ملي كانت الحركة نتاع 20 فبراير كانت هناك عدة مكاسب، منها الاتفاق نتاع 26 أبريل. من بعد خفت الحركة نتاع 20 فبراير، يعني هناك هجوم على العديد من المكتسبات. ما دفعنا للخروج 2011 لا زال قائم، إن لم أقل أننا الآن نعيش ما قبل 98 وما قبل حكومة التناوب. يعني أصبح المخزن أو القصر يعني فاعلا سياسيا بوضوح. يعني كنشوفوا يعني الملايير تصرف الآن بدون حسيب ولا رقيب، بدون الاستشاره مع مؤسسات ديال الدوله ولا اي حاجه، فهذا اشياء خطيره جدا. يعترف الناشطون في حركه 20 فبراير المغربيه بتراجع حركتهم، لكنهم يصرون على استمرار حراكهم لتحقيق مطالبهم التي نادوا بها قبل 6 سنوات، متهمين في الوقت ذاته نظام المخزن بالالتفاف عليها. حركة 20 فبراير لم تمت، حركة 20 فبراير قل خفوتها، وذلك بسبب التفاف المخزن على المطالب المشروعة والعادلة لحركة 20 فبراير، وهذا ناتج عن الالتفاف ومنحنا دستور فوقي. صحيح ممكن ان هناك تراجع ديال حركه 20 فبراير في الشارع، لكن الحراك الاجتماعي مستمر. يعني ملي كنشوفوا المسيرات ديال الحسيمه، كنشوفوا المسيرات ديال الازيلار، كنشوفوا الاراضي السلاليه، فهذا كله امتداد ديال حركه 20 فبراير. الشعب يريد اصلاح الاستبداد، الشعب يريد. بعد 6 سنوات تعود أجواء الحراك الشبابي الذي شهده المغرب من خلال الشعارات التي رفعها المتظاهرون في مسيرة شهدتها العاصمة الرباط بدعوة من 5 هيئات نقابية أجمعت كلها على وصف حالة الجبهة الاجتماعية بالاحتقان.